ولاد انتوا الغاليين، ازيكم؟ تعالوا عاملين ايه؟ معكم مصطفى صبحي، جيت لكم فيديو جديد ورياكشن جديد متنوع زي ما انا عودتكم كل مره ان احنا بننوع انواع الفيديوهات واجيب لكم حاجات متنوعه وحاجات مختلفه جدا. فاحنا النهارده جايب لكم مفاجاه جامده جدا من التراث الامازيغي. انا مش عارف ايه التراث الامازيغي بالظبط بالنسبه للجزائر، فحابب اخواتنا اللي في الجزائر يفهموني معناه بالظبط عشان الناس اللي بتتفرج من مصر او من تونس او من المغرب يكونوا عارفين ايه معناه بالظبط. يعني هنسمع دلوقتي اسمهان سيمون لما جت في ارب جوت تالنت ووهبت يعني بموهبتها ابهرت الناس اللي كانوا الحكام الموجوده. فانا متحمس جدا ان احنا نسمعهم المزيكا بتاعتها ونشوف المحتوى ده. اسف ان انا طولت عليكم في المقدمه، انا مصطفى صبحي من مصر، بعمل فيديوهات رياكشن على التراث او الاغاني او الراب الجزائري والمصري والتونسي والليبي والمغربي وايا يكن. فلو انت حابب تنضم للعيله بتاعتنا وتكبرها، كل اللي عليك تعمله انك تنزل تشترك في القناه. لو انت عايز تنضم للعيله بتاعتنا عشان احنا عيلتنا جامده جدا 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 جدا، فانزل اشترك من الزرار الاحمر اللي تحت وفعل الجرس وسيب لايك الفيديو وشارك الفيديو مع كل اهلك وزمايلك بالسهم اللي تحت عشان تنضم للعيله بتاعتنا. كل اخواتنا اللي في الجزائر هنستمتع بالرياكشن ونسمع الاغنيه الجامده جدا من اسمهان سيمون. لو حابين المحتوى ده قولوا في الكومنتات وقولوا لي مين تاني حابين ان احنا نعمل عليه اللي كان في ارب جوت تالنت. لو انت مش تابعني على انستجرام او على الفيسبوك هتلاقيه في الديسكربشن او في اول كومنت مثبت، لازم تروح تابعني هناك مش تخسر اي حاجه وحضرتش معايا وبنتواصل سوا هناك. تعالوا نسمع الرياكشن ونشوف التراك ده او الاغنيه دي عشان جامده جدا جدا. انا شفتها ابهرت الناس، ابهرت الحكام اللي كانوا موجودين. مش هطول عليكم، تعالوا نبدا بسرعه. ما هو كل شي باين في المحنة، الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن ضرب تشلق بنضرب حرب الليلة ما بنغلب بدك جبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دفتر حالنا نحل اللغز رنيت على نفحة وكل ضوء أنا قد هنا أوين وبوم بخ وطن بيع ميزان وكيف بس عب صوت وسولاد والشيل حط كله طرح بمكانه وإن أنقذ. هو من أولها مبهور بيها، من أولها مبهور بيها. البنت دي روعة. انا نفسي اشوف الحكام هيتاثروا ازاي، نفسي. شايف احمد حلمي يا اسطى؟ يخرب بيت كده، يخرب بيت كده، جسمي هيقشعر. انا مش عارف اقعد على بعض، انا عايز استمتع. حاسس يا اسطى بالاحساس اللي انا حاسه، انا مش عارف اللي هو ممكن فيه الكلام مش واضح لي قوي، بس في احساس كده اللي هو المزيكا بتلمس القلب. المزيكا تحس ان هي معموله باحساس جامد جدا عالي جدا اللي هو بتجيلك لقلبك على طول، اشعار على طول. يا اسطى الحكام موهوبين يعني، لا مش عارف اقول لك ايه. يا اسطى الحكام يعني مصدومين من نبره الصوت واللحن. عندها اسمهان عندها طبقه صوت كده اللي هو بتعرف تعمله تنظمه كويس. انا مش عارف اتكلم من كتر مش عارف، عايز اديها حقها بالظبط، فمش عارف من كتر ما هي جميله. ونبره صوتها حلوه جدا اللي هو في احساس بيوصل لك غريب كده، في احساس بيوصل لك منها غريب جدا. حتى تشوف الحكام مبهورين، الحكام مبهورين زي ما انا مبهور بالظبط بجد. انا مش عارف هو كل التراث الامازيغي كده ولا اسمهان سيمون لها اغاني تانية ولا بدات تتجه في المزيكا لنوع تاني ولا لا، بس يا ريت لو لها قولوا لي في الكومنتات عشان لازم نعمل رياكشن نسمع لها اغاني ياما جدا. انت شايف النبره يعني دي لو لسه بتعمل مزيكا اكيد لها قاعده جماهيريه جامده جدا. سامع النبره يا اسطى؟ لا واقفه وقفه ثقه، عارف انها هتكسب. لازم ينعاد تاني، لازم ينعاد تاني، معلش ما تتكلمش معايا. الاغنيه لازم نسمعها مرتين اتنين، يعني لازم تتسمع مرتين. فركز بقى معايا بقى عشان المره دي عايزين نفهم بقى الاغنيه نفسها واللحن ده. مصدومين يا جدعان منها، مصدومين منها. هو ده التراث الامازيغي الجزائري بقى. يا لهوي معلش عشان ما فهمتش في اول مره لازم نعيدها تاني عشان نفهم الجزء كويس، نركز فيها. يعني كتر ما عجبتني بقيت اتكلم وهي شغاله، من كتر ما انا مصدوم من النبره واللحن والجمال ده كله.
اللي هو يا اسطى بص انا عايز اوضح لك نبره صوتها كانها بتمسك قلبك كده، بتطلع قلبك من جواك، وكانه عيل صغير او طفل صغير بتطبطب لك عليه. اللي هي نبره صوتها بتطبطب على قلبك، بتقول له معلش استحمل واستمتع كده معايا، وبتنعش قلبك. نبره صوتها بتنعش قلبك كده، اللي هو انت انا عايز اسمع تراث امازيغي ياما، عايز اسمع الكلام ده ياما، يعني انا هعيط والله. جمال البنت جميله وواثقه من نفسها. يخرب بيت جمالك وثقتك بنفسك، يخرب بيت ثقتك بنفسك، واثقه من نفسها، عارفه انها هتفوز في المسابقه. الجزائر يا اسطى بتجيب عظمه، الجزائر بتصدر عظمه. بس يا كده هتنعاد تاني، يعني كده هتنعاد تاني. لازم يعني لازم نستمتع بيها. انا بص هتنين اعيد فيها للصبح. معلش ده اخر مره، استحملوني معلش استحملوني. يعني حبيت الاغنيه. اسمع بقى بقلبك بقى المره دي بقى، اسمع بقلبك. طب بامانه بص يا اسطى كده في عينيها، بصوا في عينيها، شايف الثقه؟ يعني شايف الثقه، عارفه ان هي بتأدي حاجه حلوه، ان ليها مستقبل في الكلام ده، ان هي مش بتأدي وخلاص ده اي حد بيغني واي حد عايز يفوز. عارفه ان هي بتعمل حاجه حلوه. انا مش عارف في حد من الجزائر طلع في المسابقه دي ولا لا، بس اكيد عملوا عظمه، واكيد من ضمن الناس الجامده اللي كانت في المسابقه. شايف اصلا بتلعب بصوتها ازاي؟ شايف تلحين صوتها ونبرات صوتها، عندها سلم موسيقي جامد جدا. اللي هي عارفه هي بتعمل ايه. بص اسمع هو ده. جامد يا اسطى خرب بيت جمالك. انا حبيتها كده لله في لله، حبيت البنت دي. بس كفايه. شايف احمد حلمي اللي من مصر من عندنا مظلوم زيي. يعني هي ده حال الناس اللي في مصر لما سمعوه اتصدموا زيي. بس يا جدعان كده خلصنا اخر الرياكشن. انا عارف ان انا طولت وعدت اكتر من مره عشان هو كان جامد جدا جدا جدا. فبتقولوا في الكومنتات ايه الاغاني الامازيغيه او التراث الامازيغي اللي تحبوا ان احنا نعمل عليه رياكشن، عشان الناس اللي في الجزائر ده عندها شويه تراث، عندها عظمه كده، يعني بتصدر عظمه في المزيكا. فكر في الراب، بس راب كينج والجماعه ديت وكل ده اصلا، بس اللي هو لا، في جامد، في مزيكا تانية، في راي جزائري، في حاجات جامده. فقولوا لي في الكومنتات ايه التراث او ايه الاغاني اللي تحبوا ان انا نعمل لكم عليها رياكشن، والناس او الموسيقيين اللي تحبوا ان احنا نعمل عليهم رياكشن قولوا لي عليهم في الكومنتات، عشان متحمس جدا ان احنا نعمل عليها رياكشن. اشوفكم على خير في رياكشن جامد. ما تنساش تنزل اشتراك بالزر الاحمر تحت، تفعل الجرس، تسيب لايك للفيديو، تشارك الفيديو بالسهم اللي تحت كلها زمايلك. لو حابب تدعم مصطفى، حابب انه يشجع، ما تنساش تتابعنا على انستجرام وعلى الفيسبوك، هتلاقيهم في الديسكربشن او في اول كومنت مثبت. سلام.